إليك أكتب آخر كلماتي، آخر إحساس من قلبي المكسور، هذا القلب الذي أوجعته جدا جدا وكره بسببك الحب. كنت أحبك، كنت أعشقك لحد الجنون، لكنك لم تكن ترى ذلك جيد. أنا لا أريدك أن تشفق علي ولا أستعطفك بهذه الكلمات، لأنني لم أعد أرغب فيك أصلا. حين أحببتك كان حبي لك صادقا، لم أكن أريد مقابلا سوى أن تحبني كما أنا أفعل، ولكن للأسف نفسي لا تسمح لي بالركوض خلف شخص لا يعطيني الاهتمام. كرامتي لا تسمح لي بالبقاء مع من لا يقدر قيمتي. ارحل فأنا سأجد من يعرف قيمتي ويقدر حبي. ارحل فلن تنتهي حياتي بعد رحيلك. أنت فقط ممثل بارع، وقد انتهى الآن دورك في مسلسل حياتي. في رسالتي الأخيرة لن أطلب منك أن تحبني أو أن تهتم بي، ولن أطلب رؤيتك لآخر مرة، ولن أزعجك باهتمامي بعد الآن، وسأمنع عيناي من ذرف الدموع، فقد أدركت أن دمعتي أغلى من الشخص الذي أدرفها عليه. في رسالتي الأخيرة وآخر إحساس من هذا القلب الذي أوجعته، لن أعاتبك وأشتكي منك، ولن أستجدي الحب والعشق منك، ولن أطلب رؤيتك أو سماع صوتك. فقط سأقول لك أحبك. في رسالتي الأخيرة لن أرسم قلبي المكسور يعانق قلبك، لن أطلب منك تخفيف الألم عني أو أترجى عطفك. في رسالتي الأخيرة سوف أمنع عيني أن تسقط الدموع، سوف أودعك بصمت وهدوء. في رسالتي الأخيرة أعلن لك أني أحببتك وعشقتك فوق طاقتي، ولم تكلف نفسك حتى مسح دموعي. كلما حاولت أن أحبك أكثر أكتشف أنه لا يوجد أكثر. أحببتك لدرجة أنني صدقت أنك حين تغيب سعادتي، وحين تغيب أنا أغيب. أحببتك لدرجة أنني ظننتك الإنسان الوحيد الذي يسكن الأرض، وإنك الرجل الوحيد الذي يسكنني. أحببتك لدرجة كبيرة تنازلت فيها عن ذاتي وكرامتي ومحيطي. لقد تألمت كثيرا من هذا الحب الفاشل. آخر كلمة أقولها لك الوداع.